واخيرا بقى جه اليوم المنتظر، الحفله اللي بقى لنا كتير قوي 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 بنحضر ليها، حفله تخرج لولي. فاحنا دخلناها بقى دلوقتي المدرسه، وشويه كده واحنا هندخل وراها. استنوني بقى عشان اصور لكم العرض بتاعها وهي بترقص. وهنا بقى كنا مستنيين بره عشان المفروض مدينا وقت للدخول، وانا كان بقالي كتير قوي مش بنزل الصبح، ودي كانت النتيجة الانتظار. حاجة مهمة قوي 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 بجد يا جماعة، الجو تلج 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 بجد. يعني نيلي نازلة لابسة دريس اللي هو عملنا بيه ستيشن اللي انا وريته لكم، بس بجد الجو تلج. يعني انا مش متخيله الجو كده، يعني نزلت وهي عماله بتترعش جامد. الجو كان ساقع وانا مش متخيله، لو اعرف كنت جبت مثلا جاكيت او حاجه معايا او كده، بس معرفش ان الجو بيبقى كده، لان انا من ساعه ما سبت الشغل اصلا مش بنزل الصبح خالص. يعني من بقالي قد ايه، من شهر 11 تقريبا سايبه الشغل، من ساعتها ما بنزلش الصبح اصلا. ف بجد الجو صدمني والله بجد. لا كنتش متخيله حتى انا، يعني انا لابسه اهو كذا حاجه، بس بجد متلجه، الجو فظيع. فربنا يكون في عين الولاد والله، هم نازلين مدرسه الصبح فابو يتقلوا لهم بقى. وهنا بقى كنا دخلنا المدرسة. بجد يا جماعة المدرسة دي من احسن المدارس اللي انا بقول لكم دخلوا فيها ولادكم، بجد المدارس المصرية اليابانية بجد تحفة. وهنا بقى كانت الحفلة بتبتدي، ولولي هي ورا شايفينها عاملة ازاي، كانت خجولة جدا يا جماعة في الحفلة، مع ان دي مش طبيعتها اساسا. يعني اللي يعرف نيلي يعني مش عارفه اقول لكم ايه، نيلي ما شاء الله مش بتتكسف اصلا، وبتحب الرقص وبتحب تغني، يعني على طول كده فرفوشه ما شاء الله. بس يوم الحفله ده كانت مختلفه عن الطبيعي نهائي، يعني تماما ما كانتش هي اصلا. يعني بصوا هي مركزه معايا اصلا، وكانت مكسوفه جدا جدا جدا، يعني كل اصحابها كانوا متفاعلين في الحفله. لكن هي كانت غريبة، يعني اللي عارف نيلي هو اللي هيفهمني. يعني نيلي مش بتتكسف من الناس، وبتحب وعشرية جدا على فكرة، وبتحب تتكلم وكده. بس يوم الحفلة كانت مختلفة، مع ان دي مش اول مرة تبقى في حفلة او على ستيج او على حاجة، لا خالص. بس مش عارفة اليوم الحفلة دي كانت غريبة جدا جدا جدا. ومركزة معانا، وعمالة بقى ايه مكسوفة جدا، حتى وشها باين ان هي خجولة جدا. كل الناس اللي حوالينا اصلا عمالين يقولوا مؤدبة وهادية، وهي طبيعتها مش كده اساسا. وهنا بقى كانت فرحانة بعد ما خلصنا وغيرنا هدومنا. صح يا لولا؟ لا، غيرنا الهدوم وهنروح بقى مشوار. تعالوا نشوف بقى هنروح مع بعض فين، وهصور لكم كل حاجة بالتفاصيل، ولو الفيديو طويل هنعمله على جزئين. يلا بقى نشوف احنا هنروح فين، عشان مفاجأة لولي، وكمان عشان عيد ميلاد مين؟ هي لولا؟ بابا. عشان عيد ميلاد بابا. فتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. وهنا لولي بقى كانت خلاص فصلت ونامت. بصوا يا جماعه لولي وهي لسه صاحيه من النوم، صح؟ بصوا ايدي معلمه ازاي، ايديها معلمه خالص يا عيني عشان نايمه على الكنبه. دي ما نامتش النهارده. ما نمتش، لا نمت. ما نامتش والله العظيم نمت وصحيت الساعه 7. بصي بقى احنا عاملين لك مفاجاه. ايه؟ تفتكري ايه هي؟ هو احنا قلنا لك ان احنا رايحين فين النهارده؟ قلت لهم ان احنا هنخرج، بس ما قلناش رايحين فين. انت عايزه تروحي فين؟ مدينتي. عايزه تروحي مدينتي؟ طب يا جماعه، بمناسبه ان لولي خلصت امتحانات والنهارده كانت الحفله بتاعتها، فاحنا يا لولي هنروح عند امنيه، هنروح مدينتي وهنقعد هناك يومين. ايه رأيك؟ واخيرا وصلنا للمكان اللي انا كنت رايحاه. فدلوقتي انا عامله مفاجاه لاختي، هي ما تعرفش ان انا مسافره لها. هي كلمتني امبارح وقالت لي تعالي وكده، فانا قلت لها مش عارفه هاجي ولا لا عشان خاطر حفله نيلي وكده. فقالت لي لا حاولي تيجي وهستناكي وكده. فانا اتصلت بقى بجوزها واتفقنا معاه ان احنا رايحين وهي ما تعرفش.
فدلوقتي هنشوفها هي فين، وهنعملها مفاجاه ان احنا جينا وهي بقى متعرفش، فمش هعرف اصورها لكم للاسف، بس هحاول اصور لكم كده ايه انا يعني. فهنطلع بقى نفاجئها واحنا سافرنا دلوقتي. ولولي بقى مبسوطه لو صورت لكم منظرها. بصوا يا جماعه، بصوا عامله ازاي. لولي يا جماعه ما كانتش تعرف، متحمسه جدا 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 جدا. فيلا بينا بقى نكمل بقيه اليوم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. دلوقتي يا جماعه احنا وصلنا وهي واقفه بس ما تعرفش ان احنا وراها. ايه رايك في المفاجاه؟ مفاجأة جميلة. ايه ده؟ جيتوا امتى؟ بصوا بقى يا جماعه، هنا المكان ده اسمه سنترال بارك، تحفه. بصوا في يعني كل حاجه ليها بارتيشن، يعني مثلا بصوا حلويات، ايس كريم، اكل. وفي هنا بصوا شايفين الحته دي، استنوا اوريها لكم، دي كلها العاب للولاد، حلوه قوي، تحفه. بص ده السكوتر هنأجره دلوقتي ونلعب بيه. ايه رأيكم؟ جميلة. وهنا بقى بعد الحاح كبير ان انا اركبه، بس انا كنت خايفه جدا مع اني يا جماعه بسوق يعني العجله، وبسوق عجل، وبسوق سكوتر، وبسوق عربيه، بسوق كل حاجه. بس اي حاجه اجي اعملها لاول مره ببقى مرعوبه جدا، ببقى خايفه قوي 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 يعني بصوا كان في ولد اصلا هناك اول ما شافنا وكده بيقول لي تعالي انا هعلمك تمشي ازاي وما تخافيش وكده. فانا كنت مرعوبه، هو ماشي قدامي عماله اقول له بص ابعد عني ابعد عني عشان هخبطك، انا خايفه اقع. كنت خايفه جدا ان انا اقع، بس بجد متعه، كانت تجربه تحفه. شفتوني بقى وانا راكباه، بجد مرعب يا جماعه، مرعب 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 مرعب. انا كنت فاكره سكوتر عادي عشان بحب السكوتر والعجل والحاجات دي، بس طلع يخوف، طلع بيخوف جدا جدا جدا. وانا كنت مرعوبه وكنت هقع بيه كذا مره. ماشي تعالي هاتي السكوتر بتاعي. بس طلع بقى بيخوف قوي 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 قوي، كنت هقع بيه يعني. اخدت نيلي قدامي وكنت هقع بيه، بس نيلي هي بالسكوتر العادي. ف هي تجربه حلوه وانا اتعلمت يعني، عشان اول مره اسوق اي حاجه اول مره نسوقها هتبقى صعبه، لكن دلوقتي هي سهله جدا جدا جدا. بس لو عرفت اصور تاني وانا راكباها هصور لكم، لو انا عرفت اصور انا ونيلي هصور لكم، بس انا كنت هقع اصلا منه فخفت بقى، عارفين. فتعالوا نكمل بقى بقيه اليوم نشوف هنعمل ايه. طبعا انا صاحبت هنا على ولاد صغيرين كانوا بيلعبوا كوره، فانا قاعده الكوره جت جت وانا قاعده، فرحت شايطه لهم بقى الكوره. بعد ما شلت لهم الكوره قعدوا يقولوا لي تعالي العب معانا. طبعا سبت كل اللي معايا ورحت لعبت معاهم. انا اصلا وانا صغيره كنت بحب العب كوره جدا 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 جدا، ونيلي اصلا نفسها تتعلم كوره، فنزلت العب معاهم كوره بقى، بس كنت هقع بقى فاتكسفت رحت مشيت. فمحدش بقى للاسف صورني، من يعني نسيت اسيب التليفون ما حد يصورني، فانا قلت احكي لكم بقى، بس انا اصورهم لكم وهم بيلعبوا، اوريكم المكان اللي كنت بلعب فيه. جماعة بجد يعني والله العظيم، بس مش عشان هي بلدي، بس بجد مصر حلوة جدا جدا جدا، بجد مصر حلوة قوي. يعني بصوا الشوارع عاملة ازاي، والنظافة والحلاوة، والله يعني راحة نفسية فظيعة. كل حاجة بتبقى جميلة، وكل فترة اروح المكان او الف مثلا او ارجع تاني لنفس المكان بعد فترة الاقي تجديدات والاقي توضيبات وحاجات حلوة قوي بجد. بالذات المجمع ده في مطعم مشهور قوي عندنا في مصر اسمه حضرموت عنتر. بجد المكان ده خطير، انا بعشقه. الاكل بتاعه كده بالنسبه لي متعه، يعني انا بالنسبه لي ان انا اروح اكل عنده متعه. عنده يعني شويه حمام كده بالفريك، طاجن حمام بالفريك خطير، وعنده المندي فظيع، وكمان بيبيع لحوم، يعني ممكن اي حد يقدر يروح يشتري من عنده جزارة عادي. يعني هو مطعم وفي نفس الوقت هم عندهم مزارع بتاعتهم، فبيعملوا جزارة في المطعم من تحت،
وبيبيعوا التوابل بتاعتهم كمان تحت في المطعم. واخيرا بقى جينا ناكل. انا اسفه على الدوشه. جينا ناكل عند حضرموت عنتر، احلى اكل ممكن تاكلوه في حياتكم. والنهارده بمناسبه عشان عيد ميلاد عمرو، فهو ده اكتر مكان هو بيحبه، فانا حبيت ان هو يجي ياكل هنا، فده احلى مكان احنا بنحبه. وهصور لكم الاكل لما ينزل، وعايزاكم تيجوا المكان ده، اللي ما جاش المكان ده يجي يجربه بجد على ضمانتي. بصوا بقى، بصوا الاكل عامل ازاي. ده طحينه، سلطه الطحينه والدقوس والسلطه العاديه، وانا بقى كنت مش قادره عايزه اكل. شايفين شكل الاكل عامل ازاي؟ ما شاء الله، كان تحفه، اكل بجد لا يعلى عليه، بجد روعه. وهنا بقى بعد ما خلصنا وكنا بنشوف يا هنروح يا هنروح مكان تاني، وخلصنا بقى الاكل كان تحفه، وتيسنا ونمنا، وتبص تحس ان انا عينيا خلاص بقى ابتدت تنام كده شويه. فخلصنا بقى دلوقتي الاكل ورحنا مكان تاني عشان خاطر ما ننامش بدري، لان الوقت لسه بدري قوي اصلا. بس الاكل يا جماعه كان تقيل. عارفين انا اكلت اللي هو انا بقالي سنه مش باكل، فاكلت بقى وخلصت. ومعلش عشان الدوشه اللي احنا عملناها، عشان نيلي مش عايز تاخد السكوتر وعايز تاخد العجله، فخناقه بقى. فاستنوا بقى نشوف نروح فين. احنا رحنا مكان تاني بيبقى فيه بازار كل شهر في ساوث بارك. بيبقى فيه بازار في كل نص شهر، يوم 13 14 15 او 14 15 و16. فاحنا مش عارفين النهارده هيبقى فيه بازار ولا لا. بس دلوقتي بقى جينا قعدنا عشان نشرب القهوه، عشان انا خلاص هنام، مش قادره هموت وانام. شايفين انا عملت ازاي. فهنشرب بقى القهوه وهنجيب ايس كريم. الايس كريم من عند مين؟ ها؟ من عند كارنز. الايس كريم من عند كافيه هنا اسمه كارنز. احنا هنا قاعدين في ساوث بارك عند محمصه اسمها زين. جماعه اللب بتاعها تحفه، بالذات السوري عشان بعشق اللب السوري. فاللب بتاعها فظيع 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 فظيع. فلما اجيب الايس كريم هصور لكم انا باكل الايس كريم. استنوا بقى معايا بقيه اليوم عشان طولت عليكم قوي 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 النهارده. فنشوف بقى نعمل الفيديو ده على جزء واحد ولا على جزئين. ولما بقى توصلوا معايا في القناه لما توصلوا، انا نايمه يا جماعه، لما توصلوا معايا في الفيديو لغايه اللحظه دي ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتكتبوا لنا كومنت حلو كده، وتقولوا لنا بقى مين اللي جه المكان ده. يلا باي باي. وهنا بقى خلاص انتهت رحلتنا النهارده. خلاص انا مش قادره وفصلت وعايزه انام. فبكره بقى ان شاء الله استنونا في يوم جديد، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، وتشجعونا كومنت حلو كده منكم، وتستنوا بقى اللايفات بتاعتنا. باي. وهنا بقى كان تاني يوم، والرحله للاسف انتهت. النهارده بقى صاحيه فايقه وكده، بس النهارده اليوم ما خلصش عند هنا وبس. في حاجه تاني بالليل. النهارده هنتجمع انا واصحابي بيت واحده صاحبتي، عشان احنا بقالنا كتير قوي 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 ما اتجمعناش. اخر تجمع لينا كان في رمضان. ثواني عشان لولي. ايه يا لولو؟ اقول لبابا دلوقتي هنفتتح في الفيديو. ماشي، استنى نركب العربيه. لا فهنتجمع. اقول له دلوقتي. لا هقول له. فدلوقتي بقى بابا. هنروح. استنى عشان العربيه. فدلوقتي بقى هنروح عند صاحبتي في البيت، ولو عرفت اصور لكم هناك هحاول اصور لكم، عشان انتوا عارفين مش كل الناس بتحب تطلع يعني تتصور وكده. فلو عرفت اصور لكم هناك هصور لكم، ولو ما عرفتش هيبقى انتهى الفيديو بتاعنا بتاع امبارح لغايه هنا. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. يلا باي باي. وهنا بقى كنت فاكرة ان احنا هنروح على طول، لكن أمنية أصرت ان احنا نتغدى الأول، وانا اصلا كنت جعانه وكان خلاص اخر يوم للفري. فقالت لي بقى يلا بقى، هي خربانه يلا بينا ناكل. طبعا يا جماعه اللي عارف سعودي البيتزا بتاعته فظيعه. فقررنا ان احنا بعد ما شفنا الاكل ده كله، طبعا شكل المحشي مغري جدا، بس بقى توقع انا جبت ايه. انا قلت لكم ان اليوم انتهى، بس قررنا على اخر لحظه ان احنا بدل ما نروح نفطر ان احنا نتغدى على طول، على ان الساعه دلوقتي الساعه 5. فوريتكم بقى الاكل، وانتوا بقى شوفوا انا اخترت ايه. يعني الاكل اللي انا صورته لكم توقعوا انا اخترت ايه في الاكل ده. لما الاكل بقى يجي هصوره لكم. وهنا بقى الفيديو كان انتهى، وده حمودي ابن أمنية ودي لولي. ما تنسوش بقى تعملونا لايك وشير وسبسكرايب.